السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع أم فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الأحوال. ايه رأيكم بقى في هنقضي مع بعض النهاردة يوم فلاحي بمعنى الكلمة؟ يوم كله مقضينه برا البيت، من حتى الغدا متغدينه برا البيت. شايفين بقى صينية المعمر وجمالها كده في الفرن البلدي على الحطب. اي حاجة كده في الفرن البلدي ده يا جماعة بيبقى ليها نفس وطعم في منتهى الروعة والجمال. حتى البرنجان اللي احنا عملنا بيه صينية مسقعة عملناه برضو زي ما هوريهولكوا دلوقتي، عملناه في الفرن البلدي بطريقة نوفر في الزيت. احنا عارفين البرنجان بيشرب زيت كتير. تمتعوا بقى معايا بالمنظر الجميل ده، وكان اليوم جميل قضيناه بره كله. ده شجر الموز بتاعنا. شايفين في صباطة موز هناك. هقربها لكم دلوقتي اهيت. هي لسه خضرة بس بدأت ان هي تطرح، الموز يعني بدأ ان هو يطرح. هوريكم برضو الموز وهو لسه داخل انا كنت اول مرة اشوفه الصراحة يا جماعة والله. الجو كان صافي وجميل اهي. ديت الموز ده لسه وهو جوه الزرعة بتاعته، ما كانش لسه اهو بادئ ان هو تتفتح كده وتطرح حاجات صغيرة كده، كان شكلها جميل قوي. سبحان الله، نرجع ونقول سبحان الله على كل حاجة. شايفين لونها تحفة تحفة. انا كنت اول مرة اشوف في حياتي طرح الموز كده يا جماعة. انا بشوف الموز على طول بره بيتباع عادي، انا كنت لسه اول مرة اشوفه طرحه كده. فقضوا معايا اليوم بقى تستمتعوا فيه جدا. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على الرسول، ننزل في التعليقات كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واللي عايز ان احنا نقضي يعني اصور له يوم كامل كده في البر التاني او في مكان الزراعة والخضرة والكلام من ده، يكتب لي في التعليقات. هستنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني وبتفرحني. واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة علشان القناة تكبر بيكم وليكم. اهو زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده البرنجان بقى بتاعنا. احنا قلنا بدل ما نحمره في الزيت، لا هنشويه في الفرن البلدي. ازاي؟ دهنا بس كل قطعة برنجانة من ديت حاجة بسيطة جدا من الزيت. شايفين؟ وبدأنا وحطيناها من ورا ومن قدام، دهناها زيت وبدخلنا الفرن. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، طالعة متحمرة وطالعة بقى ليها نفس تحفة. بسبب الفرن البلدي والكلام ده، حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. ده بقى كنا هنعمل مع بعض كانون. ليه؟ علشان ما ينفعش يوم فلاح ويوم جميل كده من غير محشي. محشي على القانون كده مع البط. وانا عن نفسي عامله ليا لحمه، هما واكلين بط. ما ينفعش اليوم ده يعدي من غير محشي على الكانون. احنا عملنا الكانون كده من الطوب بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما خدش مننا اي حاجه. وبدأنا بقى اللي احنا نولعها دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض. رصينا الطوب، يعني رصينا كمية كده من الطوب اهوت، وبدأنا اللي احنا نولع الحطب بتاعنا مع القلاويح بتاعة الذرة الفاضية الناشفة اهوت. دي بقى الشوربة. يعني انا سويت البطة الصراحة في البيت عشان احنا كانت هتاخد وقت طويل والكلام من ده. وخدنا الشوربة ولفينا المحشي وكل حاجة وخدناه سويناه على الكانون هناك. فاحنا خدنا جزء كده من الشوربة. هنبدأ دلوقتي نسخنه، نغليه قبل ما نحطه على الشوربة على المحشي بتاعنا. شايفين الشوربة سمينة بقى وحاجة كده في منتهى الروعة والجمال، مع شوية محشي بقى كده على الكانون. يا سلام، وعيشي حياة تانية. ده بقى احنا كنا مستنيين، يعني انا حطيت الشوربة تغلي كده مع على النار تولع اكتر اهوت زي ما احنا شايفين كده. الله الله، كده النار خلاص يا جماعة علت والشوربة بتاعتنا سخنت. هننزل بقى بيها دلوقتي على المحشي ونسقي المحشي بتاعنا كده بشوية الشوربة الجمال دول، ونسويه على احلى كانون وتاكلي احلى شوية محشي. حاجة كده تستاهل بقكم. يا ريتكم كلكم موجودين معايا وتدوقوا معانا المحشي. ده المحشي، اسفة، ده المحشي بتاعنا اهوت. سقناه بالشوربة، ولعنا عليه وهنغطيه بقى. احنا بنغطي المحشي لحد
اخر طبقه كده تبقى باينه. تمام، اخر طبقه محشي كده تبقى باينه. معانا الحاجه اهي بتسلم عليكم بعتلكوا السلام. وده المحشي بتاعنا بعد ما استوى بقى، واحنا بنفضي من الحله كده. ودي البطايه بتاعتنا، حاجه كده لوز اللوز، خطيره. وده المحشي بتاعنا بعد ما فضيناه على الصينيه بقى. يا جماله يا جماله يا جماله، وتكاته وحركاته، حاجه كده تستاهل بقكم. واللحم اهي، اللحمه بتاعتي اهي، ده منابي عشان انا ما باكلش البط يا جماعه. وهنعمل بقى شويه شاي، حاجه كده فاخر من الاخر. هل هنسكت على المحشي بس كمان، وان احنا ناكل المحشي وناكل البط ونسكت على كده؟ لا طبعا، لازم بعد اي كانون بنعمله نعمل شوية الشاي اللي على الكانون دول، اللي بيبقى ليهم نفس وطعم، حاجة كده خيال يا جماعة، خيال بجد. اللي مجربش موضوع ان هو ياكل حاجة على الكانون يبقى خسران خسران خسران. ده بقى مع بعض اهيت، ادي الكنكة بتاعتنا كده، حطيناها بقى على البهاريز بتاعه الحطب، بتفضل بقى سخنة، والشاي يتعمل واحدة واحدة. وجبنا السكر، ودلوقتي هنحط الشاي كده برضو عشان يغلي في قلب المية، واشربوا احلى كوباية شاي عالكانون. يا سلام يا سلام. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، واللي اول مرة يشوفني ما ينساش يعمل لايك لأحلى محشي ده، واليوم الفلاحي الجميل ده، واحلى شوية شاي، يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا كلها. شايفين دودو؟ لا، ما ثبتش حضور في اي فيديو ما يبقاش دودو. ربنا يحميه يا رب، هو واولاد المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. وانا عندي دودو مدمن شاي، مدمن شاي. وده الشاي بتاعنا بقى، يا جماله يا جماله، يا تكاته، مستنظر يشرب الشاي بتاعه. بألف هنا اللي كل من الحاجة اللي احنا عملناها. مستنياكوا بقى تكتبولي تعليق حلو كده يسعدني ويفرحني. ولو عايزين مني اي حاجة اعملها اطلبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.